ولو تأملت في قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لحد ما نوصل لقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. طب اشمعنى بني إسرائيل؟ ده احنا بنتكلم عن قابيل وهابيل ولدي آدم. فين قوم نوح؟ فين قوم ابراهيم؟ فين الانبياء؟ اشمعنى دول تحديدا؟ اشمعنى بني اسرائيل؟ الاجابه ان دول استباحوا الدماء، ومش اي دماء، ده استباحوا دماء الانبياء. يعني القتل بالنسبه لهم زي السلام عليكم، خلص الموضوع. هم القتل بالنسبه لهم حاجه عاديه خالص، عادي ان هم يقتلوا اطفال، عادي ان هم يقتلوا نساء، عادي ان هم يقتلوا انبياء. الموضوع مش غريب ولا بعيد عليهم، ولا هي عاده جديده ولا حاجه احنا متفاجئين بيها، لا ده هي حاجه موجوده وكلنا عارفينها. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم